بنات السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله بغيت نقدم لكم سندويتشات خطيرة خطيرة. تعرفوا واحد العجينة من أروع ما يكون. هاد العجينة كنت بارطاجيتها معكم من سنتين هادي، وتخيلوا معايا الحاجة ديما ملي كتكون ناجحة وكتكون فيها جميع مواصفات الوصفة الناجحة فأكيد كنعاودوا لها كل مرة. فهاد الخبيزات هكا غادي نقدمهم لكم بشكلين مختلفين، يعني غير في طريقة التشكيل وصافي، راه ماشي شي حاجة اللي ولكن عجينة خطيرة. أما الحشوة فما نعاودش ليكم، شي حاجة فوق الوصف يا بنات. المهم غادي ندوزو على بركة الله باش نشوفوا هاد الحشوة. غادي نبديو بها. أول حاجة كتشوفوا أن عندي الجزر، أنا خديتها غادي إن شاء الله نهاشيها بها بالعظم ديالها، لأنه عندي ديك الجزر المهم طرية. عندي كورجات، عندي كذلك داك الملفوف. كتشوفوا القياسات اللي درتهم. خديت واحد المقلاة هكا، المهم كلشي هاشيتهم. وغادي ندير الملحة، غادي ندير الزيت النباتية، بغيتو ديروا زيت العود ديروها. غادي نسم بالزنجبيل، درت نصف ملعقة صغيرة. الابزار كيف ما شفتوا معايا نصف ملعقة صغيرة. الخرقوم هو هذا، وعفوا هذاك ماشي الخرقوم وانما العطريه نتاع الكاري، كتجي رائعه يا بنات. وغادي ندير واحد طريف صغير نتاع الزنجبيل الطري. غادي يا اما تحكوه يا اما تنقيوه هكا وتقطعوه غير هكا بشكل صغير هكا غادي يدوب. وانا كنحتفظ به هكا في المجمد، داكشي علاش وريته لكم كامل. كنديروه في واحد الساشي ونبقى نجبد ونقطع منه. درت كذلك القزبر والمعدنوس. والمهم ديك المقلاة راها فوق النار، ما غاديش نغطي عليها، غادي نبقى كل مره نحرك عليها. النار كتكون متوسطه. وعندي هنايا جبت صدور الدجاج، كتشوفوا القياس انا اللي درتو، كيعطيني كميه محترمه هادشي. غادي نهاشيه شويه. هاد لافارس ما تصوروش كيفاش جات في اللذة، شي حاجة عجيبة عجيبة. المهم انا هشيتو هكا غير شوية، ما رجعتوش كاع كفتة. وزدت معاه شوية د الكبدة نتاع الدجاج حتى هي غادي نزيدها. وغادي نقطع هكا شوية نتاع الدان فيمي. وغادي نهاشيهم دابا نرجعهم على شكل كفتة. داكشي علاش في الاول درت داك صدور الدجاج غير بحال اللي هاشيتهم هكا رقاق وزدت عليهم الكبده. نعرفوا ان الكبده دغيا كتنطحن، ولكن صدقوني ملي تاكلوها واحد البنه عجيبه عجيبه. المهم غادي نستمر على هاد الطريقه. هنا هذا هو القوام المطلوب. صافي الخضرات شحرات معايا بلا ما نغطيوها البنات باش هكا ما تطلقش لينا الماء. وعلى العموم احنا بغينا هكا تبقى شويه كروكونت هكا ديك الخضره. صافي في ديك الاثناء حيدتها من المقيله. وغادي نجيب هنايا شويه البصله الخضريه، شويه البصله هكا كانت عندي البصله الحمراء، وشويه دوك الجذور نتاع البصله الخضريه كانت عندي في الكونجيلاتور. المهم نتوما تقريبا غادي ديروا واحد زوج بصلات مشلضين هكا حتى الثلاثه. درت الملحه، الزيت النباتيه. وغادي ملي طيح لي ديك البصله غادي نزيد فيها ديك الكميه نتاع ديك الكفته اللي طحنا فيها دوك الثلاث عناصر. الزنجبيل اكيد والابزار. واكيد غادي نديرو حتى العطريه نتاع الكاري. درت معلقه هكا بومبي معمره صغيره. فغادي نخلط هاد المكونات. اكيد غادي نزيد واحد الملعقه صغيره لكن معمره من صوص طوماط ولا الطماطم المركزه. فغادي نخلط هكا اكيد باش ديك الكفته ما تبقاش عندي هكا متكتله وانما كتفرتت وكل شي العناصر تنسجم. هنا جبت غير واحد نصف باكيه نتاع الشعريه الصينيه. فغادي نحاول انني نرقدها هكا في شويه د الماء سخون بما تطلق راسها. وفي هاد الاثناء كتشوفوا لافارس هي هادي. صافي تقريبا راها واجده. غادي نزيد هكا واحد الملعقه كبيره نتاع صوص صوجا العاقده. وغادي ندير كذلك شويه د القزبر ومعدنوس هكا كانوا عندي في الكونجيلاتور فجبتهم. اخر حاجه هي هذه اللي ضفتها. ومن بعدها غادي نضيف ديك الفيرميسيل دو شين اللي رطبتها هكا في الماء السخون. ومن بعدها زدت عليها شويه نتاع الزيتون الاخضر. وغادي نحاول نهاشيهم هكا ونضيفهم على ديك الكفته اكيد. فهنايا غادي نخلطوا اكيد دوك الخضر اللي شحرناها في الاول.
نزيدوها على ديك المقيله ونزيدو عليها حتى الفيرميسيل مع داك الزيتون الاخضر باش هكا كلشي العناصر تنسجم بيناتها. وكذلك ديك الفيرميسيل غادي تشرب من اللذه نتاع الكفته، من اللذه نتاع الخضار، وغادي تكون عندي شرموله ولا هاد لافارس واجده كتجي خطيره. شوفوا الكميه اللي عطاتني راها كميه محترمه، انا درت بها هاد الوصفه ومازال بقات عندي، يعني حتى درت بها وصفه اخرى في مملحه اخرى غادي نبارطاجيها معكم ان شاء الله. فبالنسبه للعجينه عندي هنا 800 غرام نتاع الدقيق، عطاتني كميه وفيره، ولكن بغيتو نتوما تقسموا قسموا. عندي هنا الخماره نتاع الخبز، عندي العسل، ممكن تعويضوا بسكر سنيده، الابزار، الملحه، كذلك واش نخر الزنجبيل، وعندي نصف لتر حليب وشويه الزبده النباتيه. فكيف ما قلت لكم هاد الكميه عطاتني كميه وفيره، انا كليت بها شحال من مره انا ووليداتي، يعني كلينا ما حدو كان سخون ومن بعدها خبيتهم في الكونجيلاتور، بقيت هكا مره نجبد بهم العشاء. المهم هنا العجينه 800 غرام دقيق، زدت عليها شويه ابزار، شويه فلفل اسود، شويه الملحه، معلقه كبيره هكا نتاع خميره الخبز حبوب، وغادي ندير 2 معالق كبار نتاع الزبده النباتيه، واحد المعلقه هكا نتاع العسل باش تعطيني واحد اللوين زوين هكا. وإلا ما كانش عندكم العسل، انا درت عسل صنع منزلي، الا ما كانش عندكم العسل ديروا معلقه كبيره نتاع السكر حتى 2 معالق. وهنايا مره واحده غادي نضيف نصف لتر حليب. انا مولفه كنخدم هاد العجينه، يعني كيف ما قلت لكم بارطاجيتها معكم اول مره من هذه سنتين، فانا ديما مولفه زعما كنصايبها بتغماض العينين، عارفه ان نصف لتر حليب هو اللي غادي يدخل لي في هذه الكميه. خويته مره واحده، خليت العجينه تعجن. الى عجنتو باليد طبعا غادي غير تخلطوا المكونات عادي جدا، ديروهم مره واحده تخلطوهم باليد، ومن بعدها تحطوهم هكا في واحد البول باش تختمر هاد العجينه. غادي نخليها تقريبا نصف ساعه ونرجع ليها. الا كان فصل الصيف غادي تخليوها غير 10 دقائق تلقاوها اختمرت. الا كان فصل الشتاء ممكن تحطوا ديك البول فوق واحد الكاسرول فيها ماء دافئ باش دغيا تسربيكم. هنا شوفوا معايا قطعت العجينه على 2، من بعد غادي نقطعها على 4، وكل قطعه غادي نقطعها على 6. يعني ملي نقطعوها على 2 ونقطعوها على 4 غادي كل قطعه نقطعوها على 6. فتبارك الله غادي تعطينا واحد الكميه محترمه. وكيف ما قلت لكم نتوما بغيتوا انكم ديروا غير 400 غرام نتاع الدقيق مع رابعه حليب مع واحد المعلقه كبيره زبده وديك العطريه، والخماره ديروا غير معلقه صغيره غادي تجيكم هي هذيك. المهم صافي بنات، انا كيف ما شفتوا معايا من بعد ما قطعت دوك العجينه هكا حاولت انني نلولبهم. نتوما حسبوا شحال عطاتني هكا من حبه، لانني راني قطعتها قدامكم. فغادي نحاولوا نشكلوها بهذه الطريقه، العجينه كتجي اكثر من رائعه. كيف ما شفتوا معايا بشكل طولي كنحاولوا هكا نحلوها، ديروها شويه رقيقه. صبقت لها الفرماج واختياري طبعا، هاد الفرماج ساندويتش، وزدت فوق منها صوص الجيريان حتى هي اختياري. انا كتعجبني الصراحه في المملحات وحتى وليداتي. وكتشوفوا تبارك الله الكميه المحترمه اللي كنديرها من لافارس باش هاد العجينه من ندخلوها الفران ويجيونا ساندويتشات ما عامرينش غير بالخبز، وانما فيهم ما يتكال من الخضره ومن داكشي. وكذلك هاد الساندويتشات يجيو رائعين. المهم حنا رانا ان شاء الله داخلين على فصل الصيف والعطلة، وغادي يكون البحر، غادي يكونوا الخرجات، فممكن تستغلوهم تحضروهم وتاخدوهم معكم. كتشوفوا هنايا الشكل اللي درتو مدور، صبقت له هكا واحد المهم صبقت له داك الفرماج واختياري طبعا، ودرت لافارس ودرت صوص الجيريان من الفوق، لكن انا ما ننصحكمش انكم ديروها من الفوق. هنايا عذبتني بحال الا فزقت لي ولا قست لي ديك العجينه، فالعجينه بحال لي بقيت كنلم فيها ونعاود كيف ما كتشوفوا. بغض النظر انه شوفوا الوحده الثانيه غادي ندير مثلا الفرomage وندير فوق منه صوص الجيريان، عاد نحط لافارس باش ما تعذبنيش. الا بغيتو ديروها طبعا بشكل دائري، لكن بكل امانه
بكل الامانه انا نفضل الشكل الطولي اللي جايين بحال دي باغيت ولا دي ميني باغيت. هادوك اللقيه نتاعهم ما كتجيش باينه نهائيا. يعني ماشي بحال هادي اللي كلها نجمعوها في الوسط، المنظر نتاعهم يجي بحال شي قرص ولا قريشلات ولا همبرجر، ولا المهم يجي زوين الصراحه. لكن انا كما قلت لكم كنفضل لي ميني باغيت بحال اللي ديك اللقيه نتاع العجينه ما تجيش باينه نهائيا. وغادي ديروا داكشي المهم اللي بغيتو نتوما. الفرomاج اختياري، صوص الجيريان ولا لا مايونيز ولا الكيتشوب، بغيتو ديروا اي حاجه طبعا اختياريه. المهم اهم حاجه انه نحضروهم بهاد العجينه الاكثر من رائعه. من بعدها كتشوفوا جبت زوج بيضات، هاد الزوج بيضات بقالي منهم لانني في نفس النهار اللي صورت هاد المملحه صورت مملحه اخرى، فحاولت انني نخلط كل شيء مره واحده. ما هي تدي لكم غير بيضه واحده، زدت معها شويه نتاع صوص الجيريان، دهنتها مزيان حتى الجوانب. ومن بعدها درت هادو زينتهم بالبافو يعني من الفوق. ودوك الميني باغيت غادي نزينهم بشويه نتاع السمسم اللي ما يكونش محمر طبعا، وندخلهم مباشره للفرن. غادي يعطيوني هاد اللوين وهاد لابريونس كيف ما شفتوا معايا، وكذلك اللذة انا نضمنها لكم يا بنات. غير حاولوا انكم ديروهم وتجربوهم، غادي ينفعوكم بزاف بزاف. صيف ومشتى انا هادو ما نستغناش عليهم، صيف ومشتى عجينه ناجحه كتحمق ما غاديش تردكم في الندم البنات. والحشوه اكيد بغيتو تعمروا باي حشوه، سواء ديروا غير صدور الدجاج، سواء ديروا الكفته ولا ديروا الطون مع الخضار. نحاولوا ندخلوا ديما الخضره. بغيتو تنسموها كذلك مثلا بالزعتر، الا ما بغيتوش القزبر والمعدنوس كذلك غادي يجيو زوينين. وهذا الشكل الثاني كيف ما قلت لكم خبيزات هكا جايين واعرين عامرين بالحشوه واللذه. ما نعاودش لكم، نتمنى لايكاتكم. السلام عليكم.